استمر عليا ال4 سنين المعهد، في فلوسه، في مصاريفه، كل حاجة كل حاجة. 4 سنين عدوا عليا بتعب وارهاق ومجهود وضغط نفسي في كل حاجة. ما كنتش بروح احضر، انا كنت بروح اشوف ايه اللي ورايا في الاخر، واكلم الدكاترة واشتري الكتب واعمل المطلوب مني من الابحاث. واخر سنة دي قالوا لي لازم الابحاث عشان تنجحي، خدتها وعافرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة دلوقتي 12 بالليل، وقاعد على اعصابي مستنية. طبعا بقالي بتاع 3-4 ايام ظهور النتيجة بتاعتي البكالوريوس. الحمد لله الحمد لله، ربنا كرمني ونجحت وخدت شهادتي في البكالوريوس إدارة أعمال. فأنا بحمد ربنا إن أنا كان ده حلم وهدف بقاله أكتر من 15 سنة بحلم إن أنا كان نفسي أكمل تعليمي وأخش جامعة وأخد شهادة. لسه دلوقتي جايالي النتيجة ونجحت نجحت نجحت. اي نعم، مكملة متأخر بس مش مشكلة، الحياة ما بتقفش في سن معين. هكمل وهنجح وهعافر، وفي كل حاجة هحققها بأمرك يا رب. أملي في ربنا كبير جدا. أنا مبسوطة وفرحانة إني حققت هدف أنا كنت بتمناه في يوم من الأيام، وبقعد أحلم بيه كتير. والله العظيم بقعد أحلم بيه كتير. عايزه اقول لكم ان انا متجوزه، وانا كنت هحكي القصه يعني قبل كده، بس قلت هستنى لحد ما اخلص واخد شهادتي. انا اتجوزت وانا في الدبلوم. انا كنت داخله صنايع قسم جلود، واتجوزت وانا في تالتة. وبعدين قال لي اقعدي، قلت له طب ليه؟ انا يعني انا انا كان اول سنه ليا كان اول سنه منزلينها التعليم عمال. يعني معناتها ايه عمال؟ زي التجاره الخدمات كده، صنايع عمال. يعني اروح اخد ال اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا من الفرحه مش عارفه اجمع. اخد العملي بتاعي، ماشي. كنت بروح اخد العملي 3 ايام في الاسبوع، وباخد دروس بره اللي هو الرياضه والعربي والحاجات دي الخفيفه وكده يعني. واخد كان عندنا مواد انا مش فاكراها بصراحه دلوقتي، بس كنت بحبها قوي. جدول التكاليف او جدول المحاسبه، حاجه كده. انا كنت بحب قوي اصلا الجداول بتاعتي. المهم، فانا قلت له لا، يعني ايه اخدها؟ ما انا كده كده عمال مش هروح مدارس. قال لي لا، انا مش عايزك تتعلمي. قعدت فين؟ قعدت بتاع كل شويه اقول له اروح اخد الدبلوم، يقول لي لا. جيت بقى مثلا بعد 15 سنه من جوازي، 15 سنه كنت جايبه 4 عيال. كانت فيروز كانت معايا، آه آه كانت وانا باخد الدبلوم. كانت فيروز في اول سنة ليها، كانت اول سنة معايا ليها. كنت بسيبها نايمة جنبه واروح اخد الدروس بتاعة الدبلوم، واخد العملي اللي انا ايه همتحنه. والحمد لله عديت الدبلوم الحمد لله، ونجحت فيه وبدرجة كويسة كمان الحمد لله. وبعدين رحت ايه، جيت اقدم معهد. طبعا انا في سني ما ينفعش ايه كلية، فقلت اقدم جامعة مفتوحة. لقيت الجامعة المفتوحة دلوقتي مش زي الاول.
اسمها ايه، نظام ايه، مش فاكره نظام ايه، مش فاكره. كنت قلت ايه عايزه اخش في حقوق، لقيتها اتقفلت. عايزه اخش اعلام، لقيتها لا ما تنفعش في المفتوح، ما ينفعش. فقالوا لي ايه هي تجاره، فقلت تجاره بتجاره، طب انا هخش ايه معهد خاص. خلاص رحت رايحه المدينه، رحت مقدمه في المعهد المدينه ده في شبرمنت. دخلت الاول الفراعنه، قلت انا بحب المطبخ، وعامله ساعتها القناه ولسه بادئه اخش ايه سياحه وفنادق. دخلت الفراعنه، سالت في السياحه والفنادق، قالوا لي لا انت سنك ما يسمحش. فقلت لهم خلاص ما فيش مشكله. رحت رايحه على المدينه، سالت قالوا لي لا ما فيش ايه سياحه وفنادق. وكمان سياحه فنادق من صنايع ما ينفعش، كان لازم لا اما من ثانويه عامه لا اما من دبلوم. قلت خلاص ما بديهاش، خلاص اخش ايه اداره. فدخلت التجاره، وبعدين ايه في محاسبه تاني سنه قالوا لنا لازم تمدوا تتخصصوا في ايه، لا محاسبه لا اداره اعمال. فانا اختي الكبيره قالت لي خش يعني خدي اداره اعمال. ليه؟ عشان لو فتحتي مشروع ولا حاجه يعني ديري ايه مشروعك وكده. فهي اقنعتني، فرحت داخله ربنا اراد ومضيت الابليكيشن بتاعي تجاره اعمال اداره اعمال. وخدت السنه ورا السنه، وخدت السنه ورا السنه، وخدتها في 4 سنين. اولا الدبلوم ده عدى عليا، الدبلوم ده عدى عليا في كرب كبير جدا، واستمر الكرب ده في الفترة وانا لسه في الكرب. استمر عليا ال4 سنين المعهد، في فلوسه في مصاريف كل حاجة 4 سنين عدوا عليا بتعب وارهاق ومجهود وضغط نفسي في كل حاجة. ما كنتش بروح احضر، انا كنت بروح اشوف ايه اللي ورايا في الاخر، واكلم الدكاترة واشتري الكتب واعمل المطلوب مني من الابحاث. واخر سنة دي قالوا لي لازم الابحاث عشان تنجحي. خدتها وعافرت وقعدت ودخلت على جوجل ودخلت على اليوتيوب وقعدت وعملت، وحد ساعدني والله، شاب كده زي اخويا ساعدني. يعني انا بشكره، يعني هو اسمه محمود، يعني ملتزم في المعهد وما شاء الله عليه، وعارف ظروفي، فكان بيساعدني يعني لله كده. اخويا الصغير يعني ده عنده كام سنة، انا عندي 42 وماشيه في 43. والحمد لله. كنت متوترة من اخر سنة لاني خلاص مش قادرة، ما كانش معايا اللي هدفعه السنة الجاية لو انا كنت عدت السنة. بس الحمد لله كان في ناس كتيرة قوي مستنية صوتي، ولحد الان مستنيين صوتي، وانا بعافر ومع ربنا وماشية مع الله. والله ماشية مع ربنا جامد قوي، بتقي الله في نفسي. معلش انا عيطت كتير كده وسايب عليا نفسي، عشان انا فعلا انا بمر الحمد لله بحاجات صعبة، وعديت المعهد ده وعديت دراستي ومصاريفه ومصاريف عيالي وتعبي دوت وكل حاجة عديته كده بمراحل يعني صعبة جدا.
والناس اللي انا بقول عليهم دول مستنيين ان انا يشمتوا فيا ويفرحوا فيا، بس ربنا كبير. الحمد لله. انا مبسوطة كمان. انا النهاردة كمان يعني انا ما مشتركة يعني في امانة متابعة، واول مرة يعني داخلة الحزب جديد، واول مرة كمان احضر حشد بالطريقة ديت ومؤتمر بالطريقة ديت، واشوف نواب واشوف ناس تقيلة قوي. فانا مبسوطة جدا جدا. اليوم كان تعب النهاردة، كان قلق، كان ارهاق. كنت قاعدة قلقانة، كل شوية اخش على اللينك الاقيه واقف الاقيه واقف، لحد ما كلمت اقول اخويا وابني محمود، وقلت له النتيجة ظهرت، فراح مردش عليا، جابها لي على طول. هو دايما كل سنة هو اللي بيجيبها لي، وش الخير عليا محمود ده الحمد لله. فانا نجحت يا جماعة، انا نجحت. الله يبارك فيك يا فيروز. انا معايا بكالوريوس تجارة، اللي انا كنت بحلم بيه بقالي 15 سنة، وبحلم بحاجات تانية وربنا هيديها لي، عشان انا شايفة ان اللي انا بحلم بيه انا ربنا بيدهوني وباخده، وربنا بيكتبهولي. ممكن يغيب عليا شوية بس ربنا يا رب قولوا له يا رب انجح. لا انت هتنجحي، قولي يا رب تبقي دكتورة يا رب ان شاء الله. لا انا عايزه اكون شرطه. بيدهوني ممكن على فترات، بس ربنا بيحققهولي، والله العظيم ربنا بيحققهولي. يعني الحمد لله الحمد لله. في حاجات انا جوايا القناة نفسي تنجح، نفسي حاجة اتاخدت مني ترجع لي تاني، حاجات اتاخدت مني وبالقوة وبالعافية وغصب عني، انا بتمناها ان هي ترجع لي تاني، وربنا هيكتبها لي وهترجع لي تاني. ولما ترجع لي انا هعمل زي فيديو زي دوت واقول لكم ايه هي اللي كانت بتمناها ان هي ترجع لي، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيديني كل ما اتمناه. وقولوا لي مبروك يا جماعه، انا نجحت. من الفرحه اقول لكم ازاي جت بقى موضوع تعليمي. خلاص بعد 15 سنه، ما عدى مرور 15 سنه، قعدت كلمت جوزي وقلت له خلاص يعني انا هاخد الدبلوم، وخساره اسمي يبقى معايا دبلوم، عشان لما بنروح مع نادي او بنروح نقدم مدارس او كده بيسالونا على دراستنا وشهاداتنا. فساعتها وافق. كان ساعتها انا بقول لكم كان معايا فيروز اول سنه، خدت كنت بسيبها، بقول لكم قلت لكم كنت بسيب اروح دروسي ومش عارفه ايه. جت على الامتحانات دخلت في الكرب الكبير اللي انا الحمد لله لسه فيه. بقيت اروح امتحن، وفي وسط اللجنه بستأذن المراقبين يبقى معايا تليفوني، لاني كان بيجيلي تليفونات مهمه، كان لازم اطمن على حاجات، على حاجات انا مش قادره اقولها دلوقتي. بس كنت بستأذن المراقبين، كنت بقول لهم وبصرحهم انا عندي كذا كذا في التليفون ده لازم يبقى معايا. كان اللي بيصمم واخد التليفون واقول له طب لو جالي تليفون تدهوني. كان فعلا ده بيحصل. كان في عز اللجنه ترد، وكنت اعرف اللي المهم يعني عديت الحمد لله الدبلوم. جيت بقى لما دخلت المعهد قلت لكم انا ايه، كنت عايزه اخش السياحه والفنادق عشان خاطر يبقى دراستي مع القناه ومش عارفه ايه. المهم ما حصلش نصيب. فحد الله يسامحه قال لي هتتعلمي ليه ومش هتتعلمي ليه وكبري دماغك ومش عارفه ايه. خلاني قعدت اجلت سنه. كنت في كرب وانا في كرب،
يعني كانت دماغي مشتته كمان، انا كنت نفسيا تعبانه. المهم السنه اللي بعدها اللي هي فاتت سنه من الدبلوم، رحت قلت لا، انا قررت لا 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 لا, لا انا عايزه اكمل، وكده كده ظروفي لازم اكمل عشان اشتغل، عشان ابدا ادور على شغل. والاربع سنين دول انا بقول لكم خدته تعب ودراسي. كنت بروح المعهد وامتحن بفيروز، كانت الدكاتره برضو يسيبوا لي فيروز. كنت بستأذن لاخر يوم في امتحاناتي، انا واخده بنتي معايا. بس ما كنتش بروح احضر لاسباب ان انا ما كانش معايا ان انا كل يوم ادفع مواصلات وارجع اعمل اكل لعيالي، كانت هيبقى لود عليا جامد قوي في المصاريف. فكنت بروح على الامتحانات. هي دي كل حكاية تعليمي وقصتي في التعليم. بس دعواتكم بقى كل حاجة تكمل على خير، ودعواتكم ربنا يفك كربي. دعواتكم جامد ليا قوي ان ربنا يفك كربي وبس. شايفين عينيا من العياط، فرحانه. انا فرحانه لاني حاجه انا حققتها، حاجه انا اتمنيتها وجاتلي، وعقبالي الباقي. اللهم امين.